بعد ما نشرنا فيديو راس السنة خلال 3 أيام جميع الطاولات انحجزت بس من دون اللعب على أساس نسوي فد قعدة عائلية إلنا وللأصدقاء، بس الضغط علينا كان كلش كبير، خجلوا لنا هواية ناس فاضطرينا نفتحه ونحجز همينا بالكامل. بلشنا نزين المطعم بالثيم الذهبي والأحمر لهاي السنة، بعدين أخذنا الحجوزات اللي أخذناها وانطيناها للمطبخ حتى يسوون أكل على قد هذه الكمية. جبنا بوابات مسمارية وسجاد وقاعدة حتى القيثارة تعزف عليها، بس المشكلة الشركة كانت غير احترافية وضربتنا بوري وخلتنا نجيب التكنيشن مالتنا يعدل كل الشغل ويسويه حتى يرهم على ستايل ياب. جهزنا الهدايا مال المسابقات وخليناها بصف الدي جي، طلع مكانها كلش حلو. بعدها طاوله تعدلت ونحط عليها عدد الكراسي المحجوزه بالاسم. صار وقت الحفل، فريق الاستقبال بدل وكشخ وبدت القيثاره تعزف عزف جميل وبدأوا الحضور يوصلون. المطعم فول، القعده اللي برا فولت، اللاب فل، ويجيك واحد بدون حجز ويحرجني قدام الناس ويقول لي اريد اقعد. اقول له حبيبي طاوله لوالدي ووالدتي ما عندي قاعد. شلون؟ يقوم يسمعني حكي ويزعل ويطلع. نورتنا حبيبي، سنه سعيده. ما علينا، بس اشتغل الدي جي. الناس كانت كلش فرحانه. الحفله هذه حسيتها مو فقط للناس، كانت همينه للموظفين اللي يشتغلون ويانا. بلش مصطفى يسوي المسابقات مالته ويربح الناس جوائز، ودا اشوف الناس كانوا جدا سعيدين. ولكن بوم، وقف النت، السيستم طفى وحولنا الى ورقه وقلم. عدد الناس كلش كبير، كان لازم اني انزل على اللاين واطلع واتابع الاوردرات. دعاء سلمتها المشاريب هي والكشخه مالتها، وعبد الله يتكلم مع اتصالات حتى يدزون واحد يحل لنا المشكله، بس للاسف ما كان عندهم احد. ما احكي لكم، قضينا الحفله على اللاين باس نطلع طبق طبق. بس بعدين دخلوا جماعه التشوبي ولعوها توليع. واهم شيء بالنسبه لي الزبائن ما كانوا يحسون بالمشاكل اللي تصير ويستمتعون ويخلون الباقي كله علينا. واستمرت الحفله. بعدين صار كفة الشغله ما اقدر احكي لكم عليها لا انحبس. وقبل بدقائق من السنه الجديده الكل طلع برا وصار هدوء. بوم، دخلنا سنة 2026. الناس كانت فرحانة والكل كان يصور الألعاب النارية الرهيبة اللي كانت على برج خليفة. وراها رحنا صورنا وياهم، سلمنا عليهم، وهواية ناس شكرونا قالوا إن الحفلة كانت ممتازة. بدت الناس تروح شوية شوية وبدينا ننظف ورجع كل شيء لمكانه وحتى نستعد ثاني يوم الصبح للريوق. سنة سعيدة، تصبحون على خير.